قسم. اصفق لك يعني ولا ايش؟ 27 hearts beat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات أينما كنتم. طبعا اليوم والله اللي يقول انك تمسك المايك نفس ما المدرسة يا أخي، هذا من الحماس، هذا من الشغف، هذا لم تضبطوا معنا. طبعا نزلت بوست في الانستا، اللي ما يعرف حسابي في الانستا بتلقى تحت رابط الوصف في جميع حساباتي. المهم قلت لهم اسألني اي سؤال، امدحني، قول اي شيء في خاطرك قوله، ليتس جو. ما عندي شيء بس لازم اكتب، اهم شيء. والله الناس اللي ما تسحب كفو، حرفيا ماشي شيء ما قلته بس لازم تشارك مرة. حرفيا ماشي شيء ما قلته. أنا عايز جملة مفيدة. استمر من عيوني. هل يوجد حب في قلب محمد؟ استمر، ما عليك من أعداء النجاح. ما بأطلع بس إنك غاوي، والله وطلعك وانت الغاوي. أنت العسكريم. ما في يعني طعيما. مبدع في كل شيء بس نصيحة غير هذاك الصوت من الفلقات حتى تخليه صوت ثاني. ماشي حبيبي، ذاك الصوت مرة مبدع. أنت أفضل يوتيوبرز، استمر ما عليك من كلام الناس. والله العظيم شوف ترى أقسم بالله كلامكم الإيجابي يصنع يومي. الصراحة أنت إنسان مجتهد في محتواك، تستحق الدعم. أي والله إني أستاهل. أنا عايز جملة مفيدة. استمر في المحتوى بس قدر الشخص اللي يطلع معك واحترمه شوي وبس إن شاء الله. لكن قدر الشخص اللي يطلع معك. ما أعرف هل تقصد راشد ولد عمي ولا من تقصد لأنه هو بيطلع معي. عادي أي شيء تشوفه بيننا وراشد، سواء أنا ضربه هو يضربني أنا أمزح، يعني هذا الشيء متفاهمين بيننا وياه، فشيء عادي. علاوي حبيب قلبي. أبو حسين، لا أمزح ما أدري، بس هاي حطوا لايك وكومنت كتاكيتي، يستاهل محمد. بمشيها لأنه علاوي حبيب قلبي. الصراحة لو بغينا ننتقل ما بنحصل شيء نقدر ننتقده فيك ولد، والنعم فيه الصراحة. استمر في محتواكم من نجاح لنجاح يا رب، اللهم آمين. وشكرا أقسم بالله على كلامكم الحلو. أنا لا تنتظروا مني رد لأني ما أعرف أرد بصراحة، ما أعرف أرد على الكلام الحلو، لكن شكرا يا أخي. عجبني فلقاتك، والجميل إنك بطبيعتك ما تتصنع وتبدع في كل شيء حلو، واستمر حبيب قلبي. يا أخي يا رب تحقق اللي تبغاه وتصير يوتيوبر. مشكلتك واحدة تعرف ايش تخلي عمرك حلو. أمزح معك محمد. شوف حبيبي، إن شاء الله راح أحقق اللي أبغاه. الحين الهدف اللي هو أقرب شيء 10,000 وبعدين 100,000. تخلي عمرك حلو والله. كيف يعني خلي عمرك حلو كيف؟ I need توضيح. من أروع شخصيات السنة. آخر اتصال جاك من مين؟ آخر اتصال من عمي. انشر قناتي ترى باقي شوية على 1000، عسى يشترك معي. المؤثر جيمر، هذه قناة المؤثر جيمر. كم عنده؟ 874 مشترك. أتمنى منكم بعد هذا المقطع نشوف واصل 1000 مشترك. أوكي يستاهل. راعي يزكي لأنك من يزكي يسوي لك واسطة، لكن لو من ذاك أمزح. اصفق لك يعني ولا ايش؟ العقل أم القلب، أيهما أكثر سيطرة على حياتك وقراراتك؟ القلب، يعني اللي يمشي على قلبه ويمشي على مشاعره ويمشي على ذا، يعني أحسه ما يمشي سيره. اللي يعتمد على مشاعره ويعتمد على قلبه ما يمشي سيره، لأنه القلب هو اللي يمشي، يشله يمين يشله يسار يشله فوق يشله تحت، يعني يسيطر عليه بشكل تام. لكن العقل، أحس إن العقل إنه هو الأنسب، لأنك تقدر تسيطر على حياتك على قراراتك، تفكر في مستقبلك، ما تخلي شيء يشغل بالك، يعني مركز على هدف واحد. هذا من وجهة نظري وهيك الله بده. وش تعرف عن قبيلة الشحي؟ والله ما أعرف شيء، ليش أكذب؟ لو أتيحت لك الفرصة تصير شخص ثاني وتعيش حياته لمدة يوم كامل، من تختار تعيش حياته والسبب؟ شوف أنا ما باغي أني أعيش حياة شخص معين أو شخص محدد، لا، بس باغي ولو يوم واحد، يعني حياة شخص يلعب كورة، بس باغي يوم واحد أو ساعتين على الأقل إني بس ألعب كورة. والله العظيم ما تحس بالنعمة إلا لما تفقدها. ماذا لو اختفيت من الكرة الأرضية؟ سؤال غريب ومحير. والله العظيم صحيح، لو أنا اختفيت من الكرة الأرضية كيف بتعيشها؟ الله يعينكم والله. إيش أهدافك في سنة 24 وتصلي أنت ولا؟ ما أصلي أنا، أنتظرك أنت تصلي عني. صلي عني أوكي؟ الفجر كم ساعة؟ ساعة واحدة بقى. ميسي ولا كريستيانو؟ ميسي عمك. أنا أشجع ميسي وأفضل ميسي عن رونالدو، لكن ما أقول إنه رونالدو فاشل، لا، رونالدو له أرقامه له إنجازاته، لكن أنا بالنسبة لي أفضل ميسي. خلي عني شنتي ميسي عمك عقب صلب عمرك انتي. ميسي عمي أنا
يا اخي انت احلى مشهور شفته في حياتي، من اسلوب، من تعامل، ومن كل شيء، والنعم في اللي ربوك والمحتوى اللي تقدمه حلو. شكرا لكم. قايلكم لا تنتظروني ارد على الكلام الحلو لان انا ما اعرف ارد. والله يو ار كفو. نعم منك انت الكفو. اريد اسالك كم طولك؟ 167. ما عندي شيء اقوله بس طلعوني في التلفزيون. حبيبي تراك ما طالع في قناة عمان انت. على راسي اهل عمان، اخوكم من الحمراء. انت انسان لطيف جدا جدا ومحترم اكثر عن اللازم ويعني شفتك بالجامعة الصراحة ما اذكر اليوم بالضبط بس كشوخي تطلع. بمدحك محتواك حلو، في ناس احسهم حاسدين ويقولون محتواك مو حلو والى اخره. احب ردك عليهم صابر من قد حلو. والله العظيم مهما تسوي مهما ذا اكيد بيجي شخص مريض نفسي مختل عقليا يبى يحبطك باي طريقة، يبى ما تعرف يعني هل هو حسد، هل هو حقد، هل هو كراهية، هل هو ايش بالضبط. لكن الحياة حلوة. هل راضي على جامعة نزوة؟ خلوني من البداية أكون صريح معكم. طبعا جامعة نزوة ما كانت هي المكان أو الرغبة الأولى اللي كنت أنا أطمح لها أو كنت أسعى عشانها. لا، كان الحلم أو اللي أنا أتمناه كان يعني فوق جامعة نزوة، يعني مكان ما أحب أوضح فيه. المهم أنا بالنسبة لي راضي، والله العظيم راضي باللي ربي كاتب لك إياه. فدائما أرضى بالشيء اللي ربك كاتبنا لك. يمكن صحيح انت تبغى اشياء وتطمح حال شيء اكثر، لكن ربك كتب لك هذا المكان، فتأكد 1,000,000% ان ربك ما اختار لك هذا المكان الا انه خيره حالك. والله العظيم انه خيره. يمكن لو رحت هذاك المكان يمكن يصير لك شيء. ايش الحلو اللي في جامعة نزوة؟ عندك في الفاونديشن يعني تخلص بسرعة، بس الليفل يجلس معك شهرين. عندك شهادتها ثاني اقوى شهادة من بعد جامعة السلطان قابوس، والحمد لله التخصص اللي جاني انا راضي فيه 1,000,000%. وبعد باغى ارد على اشخاص اللي يسبوا جامعة نزوة ويقول عنها ان هي جامعة كذا كذا، معروفة ما يحتاج اقول كم. شوفوا، هذا الاشخاص نوعين او نفس ما يقول خيارين لا ثالث لهما. النوع الاول هذا شخص جاهل وعقله صغير، يعني حتى لو عمره 25 26 فوق او تحت مهما كان هذا عقله صغير كذا عقله. ثاني نوع اعرف انه هذا الشخص ربه ما كتب له في مكان، يعني ما كتب له مكان او جاء مكان اقل، عشان كذا هو يقول ما تعرف بالضبط هل هو غيره، هل هو حسد، هل هو ايش بالضبط، ما اعرف صراحة. لكن كل يرى الناس بعين طبعه. اللي يقول جامعة كذا اعلم انه هو ذاك الشيء. انت تقول ان هذه جامعة كذا انت كذاك، يعني انت كذا تشرف بنفسك او ايش بالضبط انا ما اعرف. وبس الى هنا وصل نهاية المقطع. اتمنى ان المقطع عجبكم، ولا تنسوا تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه وضغط اللايك، وبدعمكم نستمر.